على امازون بيجي لي ساعات تقييمات بتقتلني بجد. بس انا هقول السبب بتاعها ايه، غالبا ما بيبقاش مقصود. اول حاجه لازم نعرف ان في نوعين من التقييمات على امازون. تقييمات بتيجي على السيلر وتقييمات بتيجي على المنتج. التقييمات اللي بتيجي على البائع ينفع تتشال، انما التقييمات اللي بتيجي على المنتج ما ينفعش تتشال ابدا الا لو فيها كلمه وحشه او كده. فساعات بعض العملاء بيبقوا شاريين وعاملين اوردر فيه اكتر من كذا ايتم من كذا سيلر مختلف، فلما بيوصل لهم الباكج كله مع بعضه فالاوردر كله بيبقى كولكتد تحت رقم اوردر واحد او كده. فدلوقتي العميل لما بيخش يستلم المنتج ويطلع ان في منتج مش عاجبه وعايز يعمل عليه باد ريفيو، فامازون بتبعت له كده نوتيفيكيشن ان هو يخش يعمل ريتنج للاوردر بتاعه. فغالبا بيختار اول سيلر ظاهر له في الاوردر بتاعه، فبيخش يكتب ريت او بيكتب باد ريفيو لمنتج اصلا انا ما بكونش ببيعه، ملوش علاقه بالمنتج اللي انا ببيعه. فغالبا هو بيبقى طالب اوردر تاني وراح داخل عمل لي باد ريفيو بالغلط.